عندما تنظر من الخارج فإن الأحجار الرملية الصفراء والرخام الأبيض الذي بني به معبد كارنيماتا وكسيت به أرضيته لا تختلف كثيرا عن بقية المعابد في الهند، ولكن ما هو مختلف حقا هو طبيعة ساكنيه. فهذا هو المكان الوحيد في العالم الذي تكون فيه الفئران مخلوقات مرحبا بها بل ومقدسة، حيث هناك ما يقارب 20,000 فأر تطعم وتتمتع بالحماية والرعاية فيه. ويعد معبد كارنيماتا من أكثر الأماكن التي تثير الفضول في ولاية راجستان الهندية، التي أصبحت مكانا مقدسا للعبادة منذ 500 عام. لكن المعبد الموجود الآن بني بواسطة أحد المهرجات في أوائل القرن العشرين. أما السبب في تقديس الفئران فلأن عابديها يعتقدون أنها أرواح الأطفال الموتى، حيث تخبرنا الأسطورة الهندية بأن الإلهة كارنيماتا حاولت استرجاع روح أحد الأطفال الموتى، ولكنها فشلت في ذلك لأن بوما إله الموت لديهم كان قد استلم جسم الطفل ونسخه إلى إنسان ثاني طبقا لما يؤمن به الهندوس من تناسخ وتقمص الأرواح. ولذلك غضبت كارنيماتا لأنها لم تستطع إرجاع روح الطفل، وأمرت بأن تتقمص أرواح الأطفال الموتى شكل الفئران قبل أن تتحول إلى بشر مرة ثانية. ولذلك ينظر إليها على أنها تختلف عن بقية الفئران التي تعيش خارج المعبد. وقد بني المعبد ليحتوي على دهاليز وجحور خاصة ترتع وتمرح فيها الفئران المقدسة بنظرهم قبل أن تخرج على جموع الذين يعبدونها. وقد تخصص رهبان ونساك للقيام والسهر على راحة الفئران وتوزيع نذور وقرابين المؤمنين على الفئران المقدسة. وتطعم هذه الفئران في أوان معدنية مليئة بالحبوب والحليب وقشور جوز الهند. وتتعهد عدد من العائلات الغنية برعاية المعبد والإنفاق عليه، كما أن هناك سدنة للمعبد يتولون تنظيفه وإطعام الفئران التي تسرح وتمرح في أرجائه آمنة مطمئنة ولا تخاف البشر، حيث تأكل من أيديهم وتتسلق أجسامهم. ولحماية هذه الفئران من خطر الطيور الجارحة فإن المعبد مغطى بالأسلاك المعدنية، كما أن الزوار يتوخون الحذر الشديد لكي لا يدهسوا الفئران بأرجلهم فيتسببوا في موتها.